تعالوا ننضف السمك ان شاء الله باذن الله. طريقه حلوه جدا جدا لتنظيف السمك. يعني بصي مش يعني هو اول فم، وبعد كده هتستريح وهتحسي نفسك ان انت ما بتنضفيش السمك. يعني هيبقى اسهل من تنظيف الفراخ واسهل من تنظيف الحمام. بص كلنا بنستصعب اوقات كتير نكسل نجيب سمك، نقول بيحتاج تنظيف كتير ومش عارفه ايه عشان الزفاره والكلام ده كله. بس والله لو نضفتوه بالطريقه بتاعتي دي ان شاء الله باذن الله يعني هتحبوا ان انتوا تجيبوا سمك على طول. وهقولك كمان ازاي إيه يعني تحطي ايه في الحوض علشان خاطر ما يتسدش معاكي من قشور السمك. وان شاء الله باذن الله تطلعوا من الفيديو مستفادين باذن الله. يلا نصلي على الرسول الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا يا ست الكل، عشان خاطر الحوض ما يتسدش من بقشور السمك، يا اما تجيبي ورق الفويل ده تفرديه في الحوض علشان خاطر القشور ما تنزلش في الحوض وفي التصريف والكلام ده كله وتسدهولك. يا اما لو عندك صينيه زي دي تمام وزي الفل، هاتيها وقشري فيها السمك بعيد عن الحوض وتمام. على كده كل القشر هيبقى واقع في الصينيه، مش هيروح عند الحوض خالص. وبعد كده هنلم القشر دوت كويس جدا في الكيس. ونبصوا تحاولوا ان انتوا ما تخلوش اي قشور علشان خاطر يعني بصراحة بيبقى صعب لما الحوض يتسد معاكم. وبعد كده اهو، وفي اوقات كمان ما بتعرفيش تسلكيه والكلام ده كله، فبتحتاجي الايه لسباك. فاحنا في غنى عن الحاجة دي كلها. وكمان السمك يعني بص عايزة اقولك والله لو غسلتيه بطريقتي دي هتحسي بسهولة، وهتحسي ان السمك يعني بصي اسهل من اي حاجة تانية في تنظيفه. وكمان بشيل اللي هو ايه الزعانف والكلام ده كله بالمره. بشيل كل حاجه من يعني ممكن ان هي تنزل في الحوض وكده وتسدهولي. وكمان ايه كمان هنغسله يعني الطريقه والله عايزه اقول لكم يعني كانك يعني ما بتعمليش سمك لا ريحه ولا اي حاجه. ما شاء الله اللهم بارك. ويعني هو اول فم وتاني فم وخلاص على كده. بعد كده يعني ممكن هو الليمون والكلام ده كله، ومش هياخد معاكي اي حاجه خالص ولا ميه بقى ولا الكلام ده كله. بس احنا نمشي بخطوات ايه صح، ونحاول ايه ان احنا اول باول نتخلص من اول حاجه هو القشر. بصوا هنا دي صاحية بقى، دي كانت صاحية بقى. آه، عملت بقى مني بس ايه مسكتها برضو. عايزه اقول لكم يعني كمان انت لو هتجيبي السمك مش هتجيبيه صاحي زيي، هيريحك اكتر واكتر واكتر. لان انا بجيبه صاحي فبصوا يعني بيحتاج ان انا ابقى مثبته فيه بايديا واسناني علشان خاطر ايه ما تقعش مني وتبهدل الدنيا. انا كالعاده اللي متعودين ويعني عارفين فيديوهاتي بنظف على السطوح، يعني مش بنظف في الشقه بس ايه. قلت بما اني يعني اقول لكم على فكرة اللي هو ان انتوا لو يعني في مش كلنا عندنا سطوح، هو يعني حوض مطبخ الشقة وخلاص على كده. فقلت المرة دي هعمل الفيديو ان شاء الله بإذن الله في المطبخ بتاعي، وهوريكم ازاي بنظف. وعلى بال ما بخلص يعني ما شاء الله اللهم بارك ما بخليش اي ريحة زفارة. وده كله خطوات بسيطة بس اهم حاجة ان احنا ايه نكون مرتبين. اول حاجة شلنا القشر بتاع السمك وشلنا الزعانف وكل الحاجات الخارجية دي. وبعد كده هو هنشطف السمك شطفة كمان. وانا ما كبتش المية في التصريف، ما كبتهاش في الحوض يعني، خدتها ودلقتها على السطوح. لكن لو انتي ما عندكيش سطوح زي ما قلنا، حطي مصفاية في الحوض وكب المية، هتلاقي ايه المصفى حشت لك القشر كله وما نزلتش غير المية. بصوا هنا حتى السكينة والمقص بحاول ان انا ايه اشيل منهم اي قشرة موجودة. واتخلصت بقى من القشر دوت زي ما قلت لكم، حطيته في كيس وايه وحطيته على جنب كده واحطه للطيور بتاعتي طبعا. وهنا بصوا اول حاجه عملتها كمان عشان اتاكد ان خلاص القشور دي طلعت مش هتدخل جوه السمكه بقى وتضايقني. عشان عايزه اقول لكم ان القشر لما بيدخل من جوه ممكن يعني ما تعرفيش تطلعيه او يضايقك وانت بتاكلي كده تلاقي قشره والكلام ده كله. لكن لما تشطفي السمكه بعد ما تخلصي تغسليها كده اهو غسله حلوه بفم ميه وكده، خلاص على كده تبقى زي الفل. وخدت الميه دي برضو ما كبتهاش في التصريف زي ما قلت لك. لو انت ما عندكيش سطوح تدلقي على الميه، حطي مصفى وكبي فيها الميه وان شاء الله باذن الله تطلع من القشور كلها في المصفى وما ينزلش في الحوض غير الميه بس. وبكده نبقى حافظنا على ايه على الحوض بتاع المطبخ ان هو ما يتسدش والكلام ده كله. وهنا بقى بدأت افتح السمك. هفتح السمك زي ما انتم شايفين. بصوا السواد اي سمك بيكون فيه الكلام ده. عايزه اقول لكم ان انا يعني من الناس اللي هي لا لازم السمكه يعني بصي ما اشملهاش اي زفاره كانها مش سمكه والله. يعني السمك بالذات بحب اللي هو ايه
حتى وانا بقليه زي ما بقول لكم زي ما اكون مش بقلي سمك، وبيبقى الطعم مسكر وحاجه حلوه جدا لما بتبقى الحاجه متنضفه صح. بطلع الحاجات اللي هو زي ما انتوا شايفين جوه السمكه كده، واللي هو الخياشيم والكلام ده كله والسواد دوت بالفرشه بقى، فرشه السمك بالبتاع اللي انا بنضف بيها ده اهي. وبصوا همسكها مش هخلي فيها حاجه. في الفم ده التاني الاول اللي هو الاول اللي نزلنا فيه القشر اللي على السمك والكلام ده كله، وده التاني بقى ايه، هنضف بقى اللي هو بطن السمكة، ما هخليش السواد اللي انتوا شفتوه ده، ما هخلوش خالص طبعا. تمام. في بقى طبقة اللي هي بتبقى عند سلسلة الظهر، اللي هو بيبقى السلسلة اللي متكون فيها الدم والكلام ده كله، برضو هنضفها معاكم، هفتح لها بالمقص هتشوفوا دلوقتي معايا. صلي على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا هنا اهو شايفه بفتح بقولك اهو، ما تفكريش ان احنا كده خلصنا، لا بصي هنا تفتحي بقى بالمقص هتلاقي بقى سلسله الظهر دي او السلسله بتاعت السمكه متراكم فيها ايه، دم وكده، لازم تنضفيها برضو. نضفي السمك بطريقتي دي، والله هتلاقي يعني بصي كأنك مش بتاكلي سمك، وهتلاقي الدنيا سهلة معاكي جدا، مش هتستهلكي مية كتيرة ولا غسيل كتير ولا وقفة كتيرة. هو بس في اول فم ايه، حاولي ان انت تطلعي كل اللي جوه السمك، وبعد كده وتدعكيها كويس جدا من جوه، اللي هو ايه بسلكة بقى، بسلكة ايه، بفرشة سلك ايه، احنا دخلنا على المواعين يا جماعة، بفرشة اللي هي بتاعت السمك بالبتاع اللي انا بغسل بيها دهيت. اي قطعة اي حاجة عندك بتنضفي بيها السمك. بصوا المية هنا برضو مش هكبها علشان تحسي كده المية فيها ايه، فيها دسم، فيها حاجة كده بتنزل من السمك. برضو ما كبتهاش في الحوض، اتخلصت منها على السطوح والكلام ده كله. برضو انت لو ما عندكيش مضطرة ان انت تعملي، وبعد ما تخلصي تشوفي بقى تحطي لك شوية ملح ليمون وشوية، تغلي لك كاتل مية، بتكون بتغلي وكده، وتفضيها في الحوض، وان شاء الله باذن الله ما يتسدش معاك ولا يتعبك. عايزه اقول لكم هنا بقى خلاص بقى، دلوقتي نقول ايه، حان تنظيفات رمضان، حان الوقت لتنظيفات رمضان. اني خلاص انا كده يعتبر خلاص خلصت الحمد لله رب العالمين، تفريز الخضار وتفريز اللي هو اللحوم والسمك والكلام ده كله. خلاص مش هحتاج ان انا اغسل حاجة، حتى لو احتاجت هتبقى حاجة بسيطة. مش زي ما تبقى ايه التفريزات بتبقى برضو يعني ايه، كمية والكلام ده كله. انا كده خلاص خلصت. هنا بقى هبدأ ان انا ايه، خلاص بعد كده الفيديوهات الجاية بإذن الله انتظروا بقى اللي هو ايه التنظيفات والكلام ده كله، تنظيفات على حق كده. خلاص خلصنا اللي هو تفريزات والحاجات اللي هي ممكن تبوظ معانا الدنيا والكلام ده كله، ونبدأ بقى ايه التنظيف بقى على حق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا هنا بقى جبت دقيق وجبت ملح، ومسكت السمكه من جوه ومن بره بالدقيق قبل ما احط ميه، وايه وغسلت السمكه من جوه ومن بره. لحد دلوقتي ما حطيتش ليمون ولا اي حاجه، انا مش بحط خل للسمك، الخل بيخلي اللحمه بتاعت السمك تتهري، فمش بحط خل، هو الليمون. بعد الدقيق والملح بحط ليمون، وبحط برضو رشة ملح اهو. شايفين بمسك الليمونة وبدعك برضو زي ما عملت بالدقيق، ان انا مسكت السمك دعكته من جوه ومن بره، بمسك برضو الليمونة واعمل كذلك الامر. وبالقشرة برضو الزيوت اللي بتبقى في القشرة برضو تدعكي تطلع معاكي في السمك. والله يا بنات يعني جربوا تغسلوا السمك بالطريقة دي، هيوفر معاكي وقت ووقفتك، وهيوفر معاكي مية وكل حاجة. يعني يعتبر ده الفم التالت كده اهو، فمين اللي هما اللي واحد اللي شلنا منه القشور، شلنا بيه القشور، والتاني اللي نضفنا بيه بطن السمكة، وده التالت اللي هنحط فيه ايه الليمون بقى وشوية ملح، ودياتي رشة جنزبيل حلوة قوي قوي. رشة الجنزبيل لما تحطيها على اللحوم سواء فراخ او اي حاجة بتنضفيها، بط اي حاجة. وخلاص هنا بصوا ما شاء الله السمك بقى معايا شمعة فلة منورة، والله العظيم زي الفل. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حاجة حلوة. انا قسمت السمك، قسمت السمكة بالطول كده اهو، علشان خاطر بحبها، احنا يعني بنحب السمك يكون ايه مقرمش والكلام ده كله. لو انت حابة تسيب السمكة على بعضها تمام زي الفل، بس انا بحب الطريقة ديتي في السمك. وعندي هنا توم وشطة بقى وكمون وكزبرة وفلفل اسود وايه، وحطيت بقى، ولو عندك بهارات سمك تمام حطي، وهعصر ليمونه على ده كله، وهبدا ان انا اتبل السمك بتاعي. وخلاص على كده فرزه ويبقى عندي متفرز زي الفل. لما ابقى عايزه اعمل سمك اطلعه يا دوبك يفك، وخلاص على كده هو متبل، وكمان بيكون شرب من التتبيله، وبيكون اتحيق كويس وطعمه زي الفل. وحطيت ملح، والملح ما تنسوش الملح.
وخلاص على كده اهو. بصوا هبدأ ان انا ايه بقى اتبل السمك بتاعي بقى وادعكه بالثوم كده من بره ومن جوه. وخلاص على كده ده كان تنظيف السمك. يعني الحمد لله رب العالمين. جربوا والله زي ما بقولك. انا يعني ببقى واثقه من الحاجه لما ايه بلاقيها حلوه معايا بصراحه. والله ما برضه اقول لكم على حاجه غير لما يعني اتاكد ان هي فعلا هتفيدكم وان هي هتريحكم. وخلاص على كده تبلت السمك. لو وصلت معايا بقى لحد هنا ما تنسينيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.